السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العشر حاجات اللي هقولك عليهم دول بيضيعوا شبابك حرفيا. ركز معايا في الفيديو ده عشان يمكن يكون عندك حاجة منهم وتلحق نفسك. لو انت شاب وكل يوم بتحس ان انت في نفس الدايرة، وكل يوم بيعدي عليك زي اليوم اللي قبله، واليوم بيعدي عليك طيارة، ما بتحسش بالوقت ولا بتستفاد بيومك، ولا بتعمل اي حاجة مفيدة في يومك، ولا بتعمل حاجة تنفع بيها نفسك، وانت ما بقتش عارف الغلط فين. للأسف الغلط مش في سلوك واحد انت بتعمله، الغلط في مجموعة سلوكيات هقولك عليهم دلوقتي. اول حاجة يا جدعان وهي دينك. في شباب كتيرة قوي بتقولك انا مش متوفق في حياتي ولا اعرف ايه الغلط منين، وبعمل كل حاجة صح، وهو تلاقيه ما بيصليش اصلا ولا يعرف حاجة عن دينه. اول حاجة لازم تاخد بالك منها قبل اي حاجة هو دينك. لازم تصلي، لو انت ما بتصليش لازم تصلي. اهم حاجة في حياتك هي الصلاة. لازم تاخد بالك من الجانب الديني ده قوي. من غير الجانب الديني انت ما بتعملش حاجة صح. تاني حاجة هو اسمن حاجة في حياتك وهو وقتك. في كل فيديو بقولك وقتك هو اهم حاجة في حياتك. وقتك اللي بتضيعه في الحاجات اللي هقولك عليها في الفيديو ده. تالت حاجة وهو التسويف والمماطلة والتأجيل. كل حاجة انا هعملها بكرة، انا هعملها الاسبوع الجاي، وما بتعملش اي حاجة. كل مرة بتقول هعمل وبتفضل تمد في المواعيد وما بتعملش اي حاجة من اللي بتقول عليها. خلي بالك الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض. رابع حاجة وهي للأسف اللي معظم الشباب مدمن عليها، وهي العادات السلبية، وبالتحديد العادة السرية والإباحية. لو انت بتعمل الموضوع ده فللأسف انت بتموت نفسك بإيدك. انت حابس نفسك جوه صندوق. لازم تخرج برا الصندوق ده وتشوف العالم. انت بتأثر على نفسك وعلى مخك انت بتبوظ حياتك بإيدك. لو انت عايز تخرج من الموضوع ده فانت لازم تكون صادق مع نفسك وعايز تبطل، ولازم تستعين بالله، وما عندكش حل تاني بعد كده غير انك تحاول. حتى لو حاولت مليون مرة حاول مليون مرة. الفشل في الموضوع ده هو انك تبطل تحاول، او تفقد الرغبة في انك تبطل. كده انت فشلت، لكن طول ما انت بتحاول انت بإذن الله هتبطل. خامس حاجة وهو الإدمان على الترفيه والخروجات طول الوقت، ونتفليكس بقى وأفلام ومسلسلات وترفيه هنا وترفيه هنا، وما بتعملش أي حاجة في حياتك مهمة ومفيدة. سادس حاجة وهم أصحابك والناس اللي حواليك. والصاحب ساحب، وانت طول ما انت عندك صحاب كتير يبقى انت كده مش هتنفع، لأن انت بتدي كل واحد حتة من وقتك. بالكتير قوي لازم يكون عندك 2 3 صحاب، ولازم يكونوا ناس ناجحة وعندهم نفس أهدافك عشان توصل، لأن الناس اللي حواليك يا إما هيشدوك لتحت يا إما هيطلعوك فوق. سابع حاجة بتعملها وهو الهروب من الألم ومقارنة نفسك بالناس طول الوقت. يعني انت ما بتسعاش ولا تشتغل على نفسك غير انك قاعد بتقارن نفسك باللي نجح واللي عنده 20 سنة وجاب مش عارف ايه وعمل ايه. كل واحد عنده ظروف، خليك في نفسك وقارن نفسك بنفسك امبارح وبس. تامن حاجة وهي الجري ورا البنات والارتباط في سن البناء. تبقى لسه عندك 20 سنة 21 سنة، اللي المفروض السن ده تشتغل على نفسك زي الوحش. انت بتجري بقى ورا البنات والكلام الفاضي والارتباط. طب ما انت كده كده يا ابن الحلال هتتجوز في الحلال، بس انت في السن ده لازم تشتغل على نفسك. اوحش حاجة بتعملها في حق نفسك انك تجري ورا البنات والشهوات في السن ده. تاسع حاجة وهي القعدة على الكافيهات والسجاير والمخدرات. لو انت بتشرب سجاير فلازم تبطل. صحتك صحتك وعقلك، لان العقل السليم في الجسم السليم. لازم انت اكتر واحد لازم تكون بتخاف على نفسك وعلى صحتك. عاشر حاجة وانك عايش حياتك بدون خطة. بتشتغل اي شغل بيجيب لك ملاليم، وبتصرفهم في الخروجات، وبتصرف على الفاضي والمليان يمين وشمال، ولا عارف ايه اللي داخل ولا عارف ايه اللي خارج، ولا مهتم بصحتك ولا بنفسيتك حتى. ما تنساش انك هتتسئل على نفسك
يوم القيامة وهتتسأل عن شبابك ده. الحل انك لازم تبعد عن كل ده بالتدريج، واحدة واحدة لازم تغير من نفسك. وخليني اقولك، اللي عايز يتغير هو اللي رفض يكون زي ما هو. اللي بتهرب منه دلوقتي هيطاردك بكرة، فواجهه دلوقتي احسن. وبس كده وبكده الحلقة تكون خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.